اهلا بكم مشاهدينا في حلقه جديده من برنامج ولاد بلدنا. النهارده هنتكلم عن الازمات او الخلافات او الصراعات اللي بيشهدها حزب قديم من احزاب مصر، وهو حزب التجمع. حزب التجمع اللي تاسس سنه 76 على يد مجموعه من الاشتراكيين واليساريين والاحرار الدستوريين والناصريين، وكان في القلب الشيوعيين. طبعا كان مؤسس وزعيم الحزب التجمع كان خالد محي الدين. احنا معانا افراد او اعضاء من حزب التجمع، نتعرف على حضراتكم. اتفضلي. عبير سليمان، مرشح سابق لانتخابات البرلمان السابقه، خاسر طبعا، مستقل، وعضو اتحاد الشباب التقدمي. حضرتك؟ هاني عبد الراضي، عضو اتحاد الشباب التقدمي للجناح الشبابي لحزب التجمع. حضرتك؟ هيثم حسن، عضو اتحاد الشباب التقدمي. حضرتك؟ احمد بلال، اتحاد الشباب التقدمي ولجنه مركزيه في حزب التجمع. طيب، في البدايه خلينا نستعرض الخلافات جوه حزب التجمع. يعني يمكن راي الناس في الشارع على الاحزاب المصريه ايام النظام السابق، واللي منها حزب التجمع، يمكن بيتفاوت ما بين رأيين. رأي ان حزب التجمع كان احد الاحزاب المعارضه اللي كان بيعاني زيه زي بقيه الاحزاب من ضغوط الحكومه وضغوط النظام، تدخلات الامن وامن الدوله في سيره، الانشقاقات العديده اللي كانت بتتم من النظام علشان يحصل بلبله داخل الاحزاب المعارضه وما يبقاش فيه وحده صف وطني معارض ضد النظام. والناس بتقول ان حزب التجمع برضو زي بقيه الاحزاب اللي كانت وقت النظام السابق هو مجرد حزب كرتوني معمول للديكور للنظام السابق عشان يكسبوا شرعيه ديمقراطيه ليس الا. ففي البدايه عايزين نعرف ايه هي ابرز المشاكل اللي جوه حزب التجمع حاليا في الوقت الحالي. اتفضلي يا استاذه عبير. بصي، هو انا كنتش اتفضل يعني حضرتك تبداي بيا انا،